انطلاق بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر. وقطر بصراحة عملت لنا حفل افتتاح مبسط ومبدع كالعادة. يصعب على من ينظم البطولات بعدها انه يعمل مثلها. بصراحة كان حفل جميل ومبدع وفي لمسة إبداعية، كله عن العرب والأنشدة الوطنية للمنتخبات اللي بتلعب في البطولة عزفت، واللي كان بيلقيها كان بطريقة ممتعة وجميلة بصراحة. كان في مفاجأتين امبارح في النتائج. أول مفاجأة كان فوز سوريا على تونس. تاني مفاجأة فوز منتخبنا فلسطين على قطر. منتخبنا فلسطين هو منتخب كل العرب. بصراحة فوز فلسطين على قطر كان فوز مستحق. فازوا على بطل آسيا في آخر ثانية بأون جول، بس كانوا يستحقوا ان هم يكسبوا. فلسطين عملت مباراة ولا أحلى ولا أروع، مباراة تكتيكية من الطراز الرفيع. مش هنتكلم فني ولا كلام عن الماتش لأن احنا فرحانين جدا بالفوز منتخب فلسطين، بس هتكلم على حاجة مميزة. اللي اتفرج على الاستوديو التحليلي بعد الماتش شاف حب الجماهير الفلسطينية والعربية للكابتن محمد أبو تريكة. شفت حب الناس، ندهوا عليه في المدرج عايزين يتصوروا معاه، ساب الاستوديو وراح بكل عفوية. ولما المذيع سأله قال له الناس اللي عملتني، الناس هي اللي بتكبر النجوم، فلازم ندي لها حقها. ونادى على مدرب المنتخب الفلسطيني وقال له انت كنت محضر السنة ده وكاتبه؟ قال له يا كابتن فعلا. والمدرب المنتخب الفلسطيني اهداه الوشاح الفلسطيني، والكابتن رمزي صالح في الاستوديو اهداه تيشيرت هدية. الكل يجمع على حب كابتن محمد أبو تريكة. وكان له لقطة في الاستوديو قبل الماتش، قال ان بيشكر دوري قطر اللي هم خلوه يشوفوا الحبايب المصريين مثل الكابتن بركات وكابتن حسن فريد، ويشوف المنتخب المصري في قطر لانه وحشوا مصر. والله انت اللي وحشتنا يا ابو تريكة.